هتولع. حاسس انها تبقى خطر. انا عارفه ايه اللي في بالي. حاسس انها تبقى خطر. بيقولوا هيعملوا مش عارف قرص لحمه باين او حاجه كده. السلام عليكم. السلام عليكم. كيفكم طيبين؟ ان شاء الله تبقوا رايقين. النهارده معانا تحدي جديد. رجعنا بقى بتحدي قوي جدا. عباره عن ايه يا زوزو؟ هنعمل برجر، احسن واحد فينا هيعمل برجر هو اللي هيبقى كسبان. لجنه الحكم انتوا عارفين بقى هتبقى مين؟ طبعا انتوا عارفين مين اللي هيكسب يعني كده كده. ده كان زمان، ده المره اللي فاتت انت كسبت في البيتزا، المره دي ان شاء الله لحد النهارده وهنعملها تاني وعلى التوالي. مفيش الكلام ده، مفيش الكلام ده، انا اللي هكسب النهارده يا جماعه. فقبل ما نبدا الفيديو ما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب. يلا بينا نبدا الفيديو. يلا نعمل ايه؟ هتبدا بايه؟ احنا مش عارفين كل واحد هيعمل ايه. فانا اول حاجه هبدا بيها ان انا هقطع بصل عشان هعمل كارملايزد اونيون. نعم. شوف. يلا بقى. ما يا بنتي بقى ما تعيشيش اهلك بقى. مش قلت لك ان انا هكسب المره دي؟ كارملايزد ايه؟ انت داخله حاميه كده ليه؟ انا داخله سخنه. داخله سخنه ليه؟ عايز تكسبي من دلوقتي؟ هكسب. مش هتكسبي برضه مهما عملت. هكسب ان شاء الله. نعمل اول حاجه اللحمه المفرومه، هنكعورها ونخليها كده على جنب ايه عشان ترتاح. قول لي يا شيف احمد، انت البرجر بتاعك هيبقى مكون من ايه؟ هيبقى مكون من اللحمه مفرومه، جبنه وعليهم بيض وعليها بهارات بقى اللي هي ملح فلفل بودره بصل وبس كده. وبعد كده بقى خلاص الخس طماطم بصل. يعني انت بتلعب في السيف سايد يا انا بعمل اللي هو كلاسيك برجر. انا دلوقتي قطعت البصل بقى خلاص، فهنقله دلوقتي عشان يقعد على النار، عشان هيحتاج وقت عقبال ما هو يبقى كارملايز يتكرمل. ايوه كلميني عربي بالله عليكي بس عشان بس الناس ايه ما تفتكرش ان انت خريجه الميرت دي ايه. ايوه كان مدرسه قوميه، حدايق الام القوميه. حدايق الام. ايوه. انا بعمل دلوقتي بحاول ان انا اطلع كل الكور بنفس الشكل، مش عارف، حاسس ان انا هفشل في الموضوع ده يعني. والله بجد انا بحاول بس يعني دي انا حاسس انها مش قد دي، حاسس ان دي اكبر شويه، صح ولا ايه؟ دي اكبر. اللي على اليمين دي. خلاص يبقى نزود. اللي على الشمال قصدي. هنزود الثانيه دي. مش عارفه يمينك من شمالك والله العظيم ده انت على الله حكايتك. انا حاسس ان انا ده زيتت جدا والله. في بقى كام حته عندي كده فاضيين احطهم في لا احنا هنتعلم بقى من اخطاء الغير. اللي هي ايه بقى؟ الجلافز. ماشي تمام. بقعد دلوقتي اغسل ايديا ومش هحس بكل الكلام ده عادي، كله هيطلع في الغسيل. تفتكر البرجر بتاعي هيعجب لجنه الحكم؟ اكيد لا. اكيد لا يعني. ايه ليه اكيد لا؟ ليه؟ عشان انت منافسه. ازاي اقول لك؟ تعملوا معاك كام برجرايه؟ 6 5 6 6 6 6 اهو. بص اهو يا جماعه عشان بس ما يتزحلقوش. انا هحاول اعجنهم بس عشان اللحمه مش راضيه تتمسك قوي. نعمل ايه دلوقتي بقى؟ نقطع الطماطم، نقطع البصل بحيث ان احنا نبقى جاهزين على طول اول ما البرجر يطلع. طلع الموضوع صعب قوي ان انا اكور الكور. معلش اتعلمي بقى يعني، حاول ان انت تتعلمي شويه، كل حاجه نعرف نساعدك فيها. بقول لك ايه؟ هو البصل احنا كنا بنقطعه كده ولا بنقطعه كده؟ انت كنت المفروض تحط سلايسز بس ماشي خلاص قطعه بقى. يعني ايه سلايس كده؟ صح. دور شوف. تصدقي صح؟ اعمله ازاي كده؟ مفيش حد طيب زي على فكره بجد، بيساعد الاخصام وفي الاخر الخصم يكسب. انا حاسه بتوعي انت مكور اصغر من كده شويه. انا هقلد شيف احمد. دلوقتي ده حلو. طلع صدق ان انا اكور بايدي اسهل اصلا يا بنتي، عشان كمان يطلع التيست بتاع الايد في الاكل. النفس. ايوه النفس. انا حاسس ان البصل هيخليني اعيط. والله. بس كده طماطميه قطعها برضو سلايسز. تعرف ان البرجر ده من اكتر يعني اكتر اكله بتتاكل في جميع انحاء العالم؟ عشان دي انا سمعتها قبل كده دي. عشان الموضوع فعلا فيه. انا سمعتها معاك، كنا بنسمع نفس الفيديو. نفس الفيديو. اكله يعني الكل مجمع عليها، مفيش حد ما بيحبهاش. هي والبيتزا برضو. البيتزا برضو كلها بتحب البيتزا، بس طبعا مفيش احلى من بيتزتي يعني. كده الحمد لله، ربنا يديني التواضع دايما. حضر بقى البيض وانا خلاص قربت اخلص الكور اهي. هو ده الكراميلايز؟ لا لسه. لسه. اقعدي تضحكي كده على نفسك وتضحكي على الناس.
طب والله يطلع طعمه حلو. انا عايز بقى اعمل حاجه دلوقتي يا جماعه، ان انا هحشي البرجر بتاعي جبنه من جوه. دي بقى حاجه ايه بنشوفها في المطاعم الراقيه. ايه اتفضلي قولي، عايز حاجه؟ كنت عايز كده تقولي حاجة؟ هتكسب، انا كمان عايزه احشي لا مفيش الكلام ده. نعمل ايه بقى؟ ناخد كده حبه على ايدينا ونروح جايبين واحده كده، واحنا قلنا بنبطط الاول صح؟ راح ويس ايوه هنبططها عشان نحط جواها الجبنه، ونحط واحده تانية فوقيها، هتبقى بقى ايه حاجه كده دبل. ماشي. لا احنا بنعمل بالطرق العاديه الكلاسيك عشان انتوا تعرفوا تعملوها في البيت، لكن اللي هي بتعمله ده شغل اللي هو عارفه اللي هو بتاع المطاعم بقى اللي هو الفانسي والجو ده، واحنا ملناش كده يعني. النبي عربي. انت عارف انا اعمل بيه ايه؟ والله العظيم مش عارف. هتهرسي بيه اللحمه. انت بتتفرج على فيديوهات طبخ من ورا. ايوه عارف طبعا الموضوع. نحاول نديها تبطيطه، نحط بقى من جوه الجبنه كده. ده البصل لما يوصل للمرحله دي هحط سكر وبعد كده احط ميه. يا سكر يا عسل. ممكن اعدي؟ اهو كده يا جماعه، يبقى كده ايه. انا في هذه الاثناء بقى محتاجين احط البطاطس في الاير فراير عشان كله يطلع. ولازم بقى في الوجبه دي يا جماعه لازم تبقى كامله متكامله مع بعض. سندوتش برجر جنبيه بطاطس فرايز وجنبيه حاجه ساقعه. بصوا بقى كده يا جماعه، حطيناهم كده على بعض. حاول بقى ان احنا ايه نثبت عليهم من الجناب كده 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 كده، بس تدوسوا بقى عليه كويس عشان ايه ما يفتحش. مفيش حاجه تفتح، لان لو فتحت الجبنه دي كلها اللي هي ايه في ذمه الله. اساعدك؟ لا شكرا كتر خيرك، مش محتاجين مساعده حد اصلا. انا هقطع بقى الورق ده عشان استخدمه في ان انا اكبس بيه البرجر، بس انا حاسه ان البرجر بتاعك هيطلع حلو. ده اكيد كده كده يعني ان شاء الله كله بمشيئه الله. خليكي بس انت في برجرك وايه حاولي تكسبي. هكسب ان شاء الله كده كده تكسبي. ان شاء الله هكسب. متاكد ان ربنا هينصرني. اللهم انصرنا على القوم بودرة بصل، بودرة ثوم، ملح، فلفل. هنا بقى في الطبق ده هحط شويه من كل البهارات دي عشان هبقى محتاجاها لما اجي اسوي، فما اقعدش اطلع ايه حبه 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 يعني، هسهل على نفسي. ممكن لو حد عايز يستخدمها معايا يستخدم. كده البرجر بتاعي جاهز ان هو ينزل على النار. ندي بقى للعيش كده ايه تحميصه. ادي العيش، سكينه. اوبا اوعى المشرشر. عايزين نقطع هنا. ايه ده في ايه؟ يا نهار ابيض، كل دي فتافيت بجد اهو. ننزل بيه كده كده، نديها بس ايه لون. نقطع التاني نجهز على طول كده عشان ايه ننزل على اللي بعده. ادي الثلاثه بتوعي والثلاثه بتوع الاستاذه نسيبهم لها كده على جنب. معلش دلوقتي بصي ما فيهاش هزار، وصلنا لمرحله حلوه قوي عايزين نحافظ عليها. طب الحق بقى عشان المرحله الحلوه حرقت البتاع. بصوا ده البصل بتاعي هنا اهو اتكرمل وبقى جميل جدا، طعمه بقى حلو مسكر. ننزل اللي بعده. عايز بس ان هو ايه يتضغط عليه كده شويه علشان القلب برضو ياخد التضليعه دي، تبقى حاجه خيال. بتاع سخن قوي. ايوه بقى هو ده. بص 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 يا بنتي، جامد جامد. ده لسه شويه، ده نضغط كده عليه عشان انت ياخد بطلت البتاع اهو. بص التضليعه مش عايزين اكتر من كده يعني. نخش بالتالت وكده يبقى احنا ايه خلصنا وجاهزين لقلي اللحمه بقى. سخنه ولا؟ انت فطست البتاع، انت عملته سماشد كايزر بس. سماشد كايزر ايوه صح. ده حاجه بقى جديده لسه ما اتعملتش اصلا. كده بصي تمام، جاهزين للي بعده. نمسك كده الحته بتاعتنا بسم الله ونديها. اوه على فكره لازم توطي عليها شويه عشان تستوي. انت اللي معليها النار، انت اللي معلياها. لا انت اللي معلياها يا شيخ الله يسامحك. انا كنت سايبه البتاع تسخن بس. خدت كده لون انزل بالثالثه. هوبا هتولع.
ده بيلسع. سيبها بقى. ليه؟ شويه كده وشويه كده. بقول لك ايه بعد اذنك، خليكي في البرجر بتاعك. يا نهار ابيض، دي فتحت. الحقيني يا زوزو. دول فتحوا. نفسك بقى، مش انت تخليني في البرجر بتاعك؟ بص بقى يا جماعه، هي هتنزل بقى ايه، تنزل الفاتي بتاعها. ده مش فاتي، ده فاتي بتاعك اسمه. والنبي ما تبوظي. هنسيبه يا جماعه شويه كده يستوي ونروح قلبينه تاني. فاحنا بس ادينا ايه، صدمه كده للوشين. دي حاجه اصلا انا كنت قاصدها، ان انا ادي صدمه للوشين وبعد كده ايه اسيبها ترتاح بقى مع نفسها، وانا كمان اخش جوه ارتاح. دلوقتي يا جماعه هنعمل خطوه مهمه جدا، ان احنا هنروح قافلين بقى الطاستين دول على بعض علشان البرجر يستوي والجبنه تسيح. دلوقتي انا حطيت الطاسه تسخن، وعايزه بقى ايه الحق احط العيش عشان ابدا اسوي البرجر، عشان البرجر بتاعها هياخد وقت شويه. بص انا واخده ايه وانت واخد ايه؟ ايه دي كده على فكره اللجنه بتظلم. ممكن نبص على البرجر بتاع شيف احمد؟ اتفضلي. لحد فين؟ بس بالراحه عشان العين بس. اوه شكله يميم الصراحه، شكله مغري وريحته حلوه. بس انت شكله عايز يتقلب. شيف احمد نسي يحط التوابل بتاعته. اهو يا جماعه التوابل اللي احنا كنا لسه حاطينها من شويه، ملح، فلفل، بودره بصل، بودره ثوم. نقلبهم بس كده على بعض. نحط ايه على الوش كده، وهنا كمان على كل واحده. نعمل على الوشين صح؟ بعد اذنك عشان التكنيك ده ليه ناسا. هنقلب دلوقتي، بس هو لسه ما استوتش، بس عشان نحط التوابل على الوش التاني. هو ماله كش كده ليه؟ ده بقى برجر عيل صغير. هي جت برضه مقصوده ان التوابل تتحط دلوقتي علشان ما تبقاش داخله في اللحمه من جوه، هي تبقى على الوش. احنا عايزينها على الطبقه الخارجيه. الكلام ده كله يعني مقصود، مش هباء كده بتعمل هباء. بص هنا ايه ده؟ شفت؟ بص في فجوه هنا في البتاع. ده ايه ده؟ دي منفذه على اللي تحت. سخن. احنا ممكن نعمله سماش ده برضه. شفتي يعني انا كنت صح. سماش ده كايزر عشان يستوي من النص. لا مش هينفع. مش هينفع. ارفعي اعمل ايه؟ حط هنا بقى، شكله جميل ويوميمي خالص. يا رب البرجر يبقى حلو كمان زي كده. لا مش هيبقى كده. لا هيبقى حلو ان شاء الله. النية طول ما النية صافية والواحد سالك هيسلك. صح. ورجعنا لكم تاني، والشيف زوزو هتبدأ تنزل البرجر بتاعها. في مهمة أصعب من نوعها، إن أنا أنزل البرجر. حطيت البرجر كده، المفروض بقى وأكبسه. بيطرقع ها؟ بيطرقع. أنا هطفي عليه وأكبسه. اسود. أنا مش عايزة أكمل، مش عايزة أعمل سماش برجر. لا قال السماش ينفعك. ده بيطرقع جامد قوي. أنا عايزة أشيل الورق. دلوقتي بقى بعد ما عملنا البرجر سماش وتلسوعنا جامد قوي هنحط ايه على الوش الاول؟ شويه توابل. جات لي فكره ان ممكن اعمل البرجر سماش ده بره، بعد كده انزله في الطاسه. صح، بشوفهم بيعملوه على النار. مش عارفه اعمله، عمال بيطرطش على ايدي قوي. مالناش دعوه، اتصرفي، مش هي فكرتك. فكره منيله. انا هعمله سماش ده بره، ده الجديد. لا ده كده غلط. انت كده بتفتي. وكده ما فاتتش. لا خالص، على فكره كله كان مدروس ومحسوب. اهي نجحت اهي. كده بقى هقلبها من الناحيه الثانيه. اخدت كراست بقى جامده. شكلها حلو، تصدقي اللون دوت. واحط بقى شويه توابل ونجري بقى عشان من بعيد لبعيد. اتلسعت جامد. بس الفكره الثانيه دي بقى انا اجربها دلوقتي، ممكن عشان الحق اخلص، عشان انا عندي كذا برجرايه. هنزل ايه عشان انا هعمل دبل، هنزل كده هنا وبس، ونكمل بقى ونرجع لكم. الخطوه الاخيره هنحط شويه جبنه من فوق كمان. مش عارف هيمسكوا ازاي، بس ايه هنحط كده واحنا وحظنا. كفايه وما نكترش، احنا كده حاطين جبنه من جوه، ونقفل عليه شويه كمان. هو اصلا اللحمه عندنا شبه استوت، فانا بفكر ان انا اطفي واسيبها بقى ايه الجبنه تسيح مع نفسها. بس كده يبقى البرجر بتاعي جاهز للاكل. دلوقتي زي ما انتم شايفين الطعميه استوت. لا بس والله شكلها حلو. ايوه كش قوي. كش. فانا بعد ما سويته كله هحطه بقى ايه
طفيت النار خلاص، هحط عليه جبنه واغطي عليه، اخلي الحراره اللي تسيح لغايه ما اجهز البن نفسها. البن. اه اللي هو تمام العيش يعني. ماشي تمام ماشي. والله شكله حلو، بس ايه كل كميه الجبنه دي؟ عشان مفتريه قوي. عشان انا مش حاطه اضافات كتيره، معتمده على الكارملايزد اونيون والجبنه. والجبنه. دلوقتي يا جماعه جه وقت البيض، نديله كده ايه تقليبه تاني قبل ما نخش بيه. هنعمله على 3 مراحل عشان ال3 سندوتشات. كده دي واحده. شكلها بقى كده ليه يا شيخ احمد؟ مش عارف. شكلنا محتاجين نزود تاني. بنور الله بدعي واقول يا رب. يا رب. ادي ايد بتدعي هنا وايد كده. هاتي حاجه نطلع بيها. هو ايه صح الايدين اللي بايديها؟ البتاع عامله كده. حسبي الله ونعم الوكيل. شكلنا كنا محتاجين نكبر اول واحده شويه. نعمل انا كده. هاخد الكبيره ماشي. تاخدي ايه؟ الكبيره. لا انت كده اصلا مالكيش في حوار البيض دوت. لا مش بتاعتك يا زوزو، دي اسمعي مني. انا قصدي هاكل بعد الكور ده مش التصوير. كورك. الكور ده مش كورك. بعد التصوير هاكل الكبيره. انت خليكي في الكارملايزد والكلام الفاضي بتاعك ده. جاهزين؟ جاهزين. هوبا. ايه ده؟ ايه ده؟ ده فن ده. ده فن سريالي. ده فن ده يا جماعه، مش بيض ده. ده الحاجات دي ما تتاكلش، تتعلق في لوحه على الحيط بجد. ايوه اهو. ايه الفرق ما بينهم؟ ولا حاجه. يلا بالثالثه عشان نبقى احنا كده خلصنا. ودي اكبر واحده. مفيش اي تناسق. انا هاخد دي مش هاخد اللي لا فاتت. انت خلاص اخترت الثانيه. ودي كانت اكبر واحده معانا النهارده. مفيش تناسق والله. ليه كده؟ نعمل لها كده بس من الجناب عشان ايه؟ ما تلزقش. والله العظيم وانت بتتكلم بحس ان انت فعلا متمرس. قصدك ايه؟ ايوه انا فعلا الموضوع بالنسبه لي فاهم يعني. بس اقسم بالله هي بتبقى جايه معاك بالحظ والله العظيم. ما تحبش تبقى واقف ساكت بس فبتهبط. لا يعني فالهبده بتيجي صح. ربنا يزيدنا من العلم. حاول ان انت تتعلمي مني على قد ما تقدري يعني. بسم الله بسم الله بسم الله. 1 2 3. يا ابن اللعيبه يا ابن اللعيبه يا احمد. انا عايز اعمل حاجه كده بس ايه، حاسس انها تبقى خطر. انا عارفه ايه اللي في بالي. حاسس انها تبقى خطر. بس بسم الله. استني بقى. بسم الله بسم الله. هوبا. يا ابن اللعيبه. والله العظيم جامد. استنى نعملها تاني استنى نعملها تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. بلاش. بسم الله بسم الله. يا ابن اللعيبه يا احمد يا عيد. يا ابن اللعيبه يا احمد يا عيد. لا تعد لي بالله عليك. بس اي خلاص خلصنا لعب. يلا بينا عشان ناكل. وبعد ما كل حاجه خلصت الحمد لله بالسلامه، انا وقت ان احنا نعمل بقى السندوتشات بتاعتنا. ماشي. نجهز بقى كل حاجه. نحط الاول العيش اللي نشف شويه ده. نفرش الاول الصوص. نحط العيش. نحط الاول كاتشب. نحط اللي هو الصوص البرجر. نحط صوص البرجر على الوش والظهر. نحط بعد كده الطماطم. نحط كده كام واحده. بعد كده البصل. نحط الخس. بتبص عليا ليه دلوقتي؟ بعد اذنك يعني خليكي في نفسك. خليني في نفسي وانا كلمتك دلوقتي. نحط الاول البرجر بس ايه ما يبقاش اسمنا ان احنا بنقلد اخواتنا اللي جنبنا دول. هي البرجرايه اللي هي كشت بقت برجر عيال اطفال صغيره. المفروض لجنه الحكم يدوروا على البرجر فين صح؟ باين يا ماما. ماشي باين. انا هحط خس عشان مش هحط خضار كتير، هو الخس بس. لا احنا بقى بتوع الخضار. وهحط 2 برجر. انا كده البرجر بتاعي شبه جاهز. حط بس شايف يا في ابني الاخر. البرجر باين ازاي؟ دي عايزاها الحاجه؟ لا عشان ده عشان بس انا اقطع بيه بتاع. طلع لك واحده ثانيه. ساعد نفسك لو سمحت. نطلع معلقه ولا حاجه لاخواتنا البعده. اخواتنا البعد ايه؟
نحط كده البيض، نفرشه كده ايه. نحط كده البرجر، تمام. نفرشه كده اهو. بنحط وش الساندوتش ونحط بقى الكارملايزد اونيون عشان في ناس مش عاملاه. كده، يبقى الساندوتش خلص وجاهز للاكل. دوق كده طعمه حلو ولا ايه؟ لا ما انت كده هتدوق. مش شكله كده. ده نعمل الساندوتش التاني بنفس الطريقه برضو. ونغطي بقى بس هنغطي بقى وش الساندوتش كده، ويبقى بكده انا خلص وقتك، ارفع يدك. معلش، انت عملت كام ساندوتش اصلا؟ 2. طيب ماشي، انا عملت برضه كده 2. شكله حط جميل. التاني. بصوا عامل زي بتاع سلطع برجر. البتاع مش عايز صوف الخس. بص، سامعين صوت القرمشه؟ استنوا اسمعها. راجع على ايه؟ بس الصوص ده طعمه خطير طعمه جامد بجد. سندوتشات كده جاهزه للاكل. حبايبنا وحشتونا. رجعنا تاني وجينا تاني في فيديو جديد زي ما طلبته في الفيديو اللي فات، ومعاكم المعلم احمد ابو كامل الدسم والست زبده المدام بتاعته. هنعمل ايه دلوقتي يا حاجه؟ جايين بقى النهارده نقيم الطبخ بتاع الشيف احمد والشيف زوز. الشيف زوز هيعملوا اكله ايه يا حاج؟ بيقولوا هيعملوا مش عارف قرص لحمه باين او حاجه كده، بيقولوا عليها برجر. برجر. هي طبعا. ماشي، نشوف دي شبه ايه يا حاج. دي نبدا اول حاجه. اتفضل يا شيف احمد. شيف احمد. والله يا حاجه الساندوتش شكله حلو. انت متاكده ان ده الشيف احمد؟ ده الشيف احمد. هو الشيف احمد صح. هو اللي حط البيض. حاطط بيض. أيوة. وحاطط طماطم وخس وبصل. خلينا نجرب كده ونشوف. بس هي المكونات مش ماسكه بعض يعني. هو الساندوتش ساندوتش مايع كده مش عارفين نملكه. وبعدين المفروض اللي اعرفه ان الخس بيبقى من تحت، اول حاجه تحت. والله يا حاجه انت كلت قبل كده برجر من ورايا؟ لا بشوفه. بتشوفيه؟ مش هو ده اللي بسلطع برجر؟ ما تخليكي قاعده قدام التلفزيون والتيك توك لما نشوف اخرتها ايه معاك. يا حاج عشان اعرف اعمل لك اكل. هيضيعوكي والله على الحاجات دي يعني. يلا بسم الله. بسم الله. انا حاسه ان انا ما عرفتش اجيب كل المكونات. انا اكلت عيش ببصل. طب وده صح ده؟ ناخد قطمه تانية عشان نعرف نجيب كله. السندوتش اتورتك مني يا حاج. يا حاجه بيقول لك الساندوتش المفروض ان انت تحطي صوابعك الصغيره دي من تحت كده. ناكل بقى. هتبداي تاكلي. ماشي. وصلت للحمه. على السلامه. انا عايز ادي تقييم بقى. شكلك جعانه يا حاج. معلش هنكمل بس بعد ما نديهم تقييم. ماشي. والله انا شايف ان الساندوتش مليان مكونات بس حاسس ان هي مش متجانسه مع بعض. اللحمه تتبيلتها قليله. صح كده. هي دي يمكن اللي مخلياني برضو ايه. هو تقريبا ما حطش عليه بهارات. صح. صح انت. صح والله صح انت شيف. الاثنين. البيض ايوه صح، من غير ملح وفلفل بجد. انا لو اعتقد لو كان محطوط عليه الملح والفلفل كانت هتفرق شويه. تديله تقييم كام يا حاجه؟ هديله 7 من 10 لانه اجتهد والحاجه طالعه مستويه. والجبنه الصراحه انا بحب الجبنه. بالظبط. انا اي حاجه تدخل فيها جبنه انا احبها. هكسبها. يعني انا بص، انا ممكن اختلف معاك شويه. انا ممكن اديله 6.5 مثلا. ماشي، بس عشان ما الولاد حرام تعبوا كده مش هنقلل يعني كتر خيرهم. يعني يتاكل ولا ما يتاكلش؟ لا يتاكل. يلا نروح اللي بعده. نخش على اللي بعده. انت حاطه السندوتش قدامك كده ليه يا حاجه؟ دي مفجوعه فعلا. عايزه اكل. يلا نخش على اللي بعده وسندوتش الشيف زوزو ونقيمه دلوقتي. يلا بينا. يلا. والله برضو السندوتش شكله مشهي جدا. شكله حلو. حاجه كده. بصوا يا جماعه، البتاع اللي محطاه من فوق ده اسمه ايه يا حاجه؟ دي بصل ده؟ هو بصل بس مش بصل، ده اسمه كاراميلايزد اونيون. طبعا نمسكه منين ده؟ البيت كده. بسم الله. تحفه. لا حاجه، كلمه الحق بالله عليك. والله حلو قوي. والله حته فعلا البصل اللي من فوق دوت مع الصوص. تحفه. بس انا حاسس ان اللحمه بتقعد تسيب. اللحمه ناشفه شويه، فيها مشكله. عارف ايه بقى؟ برضو مش متبله كويس زي شيف احمد. صح. مش متبلينها هما الاثنين كويس. اللحمه دي كانت لازم تتبل من جوه التتبيله تخش جوه اللحمه. ندوق تاني عشان بقى ايه، نقول القرار النهائي عشان ما نظلمش حد. انا اول مره ادوق الميكس ده مع بعضه. والله جميل فعلا. فين البطاطس يا حاج؟ انا مالي يا حاج، ما تقول لهم هم. بطاطس يا شيفات.
بطاطس حجر يا حاج. العيال عاملينها ايه؟ استغفر الله العظيم، ما تتاكلش. نسيوها تقريبا. نسيوها طبعا، مش فاضيين من الهبل اللي هم كانوا بيعملوه ده. ربنا يهدي الشباب. يلا تقييمنا ايه طب ليهم بقى؟ تقييمنا للشيف زوزو انا ممكن اديها 6 من 10. ضحك عليها يا حاجه. يلا عشان بس احنا ورانا مشاوير تانية، عندنا لجنة تحكيم تانية. بس انا اديها 8 من 10. 8؟ 8. انت كرمها قوي كده عشان الميكس الاطعم عجبني اكتر من الشيف احمد، بس اللحمه ناشفه شويه والتوابل كانت محتاجه تزيد شويه في اللحمه. ماشي، هي برضو وجهات نظر. عموما احنا عايزينكم ان انتوا تجربوا الحاجات دي في البيت، لان هي ارخص واحلى واوفر واطعم. وايه تاني يا حاج؟ وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ده وشير للقناه وتفعلوا زر الجرس عشان لو هننزل فيديوهات تانية تعرفوا وتشوفوها. لو مش مشتركين اعملوا اشتراك. ولو عجبكم ان احنا نبقى لجنة حكام اكتبوا برضه عشان نيجي تاني. احنا كده كده جايين تاني. مفيش غيرنا. يلا اشوفكم في فيديو جديد. سلام. انا بقول احنا نقعد نكمل بقى اكل عشان ايه؟ هتكمل اكل؟ ما هو ده اللي انت بتقول عليه وحش. 6 سيبه بقى. ميت جوع.